ونرجع تاني بقى ونكمل قصتنا قبل ما نخش شوية على المنتخبات أو نتكلم على المنتخبات العربية سريعا. المنتخب اللي يروح نقطة بعيدة في المنتخبات العربية الإعلان قال المغرب. اكيد يعني منتخب لو هنقارن بين المغرب وتونس المغرب حالته افضل، لكن في الجو الحالي لا، منتخب المغرب غير مدربه قبل كاس العالم بفتره بسيطه جدا. انا شايف تغيير المدرب ده هيسبب مشكله في داخل منتخب المغرب بالظبط، لان انت النهارده كان عندك مدرب مسيطر على الفريق، في لعيبه كانت عامله مشاكل داخل الفريق وهو استبعدها. اللعيبه ديت قبل المدرب ما يمشي قالوا لا احنا هنلعب كاس عالم، كانوا واثقين ان المدرب هيمشي. فالنهارده انت خليت لعيبه سببت مشاكل قبل كده في صفوف منتخب المغرب تتحكم في منتخب المغرب، وكمان بتكافئهم ان هم يشاركوا في كاس العالم. اعتقد تغيير المدرب كان مش في صالح المنتخب المغربي تماما. حليلوزيتش راجل اتظلم مع ان هو اللي وصل المغرب كاس العالم. لو بقارن المغرب بتونس لا المغرب افضل، بس ما اعتقدش ان هي تروح نقطه بعيده. ليه ما تعتقدش؟ ما يعني مش الفرقه اللي فيها اللاعب يفرق، مش في لعيبه مميزه في صفوف المنتخب المغربي. عندهم حارس مرمى مميز اللي هو ابرز من وجهه نظري ابرز لاعبي الفريق اللي هو ياسين بونو، لكن مش منتخب يقدر يكمل لنقطه بعيده، مش زي منتخب السنغال. ناس كتيره كده بتسال عن منتخب سويسرا. بص يا كابتن، بشوف ان سويسرا يعني في بعض اللعيبه، يعني مثلا تشاكا ماشي كويس قوي مع ارسنال، فممكن يبقى وهو ليدرشيب سواء مع ارسنال او مع المنتخب السويسري. هو كان عندهم اخفاق، بس يعني هم مع لعبوا مباراه وديه مع غانا اعتقد اتغلبوا 2-0، خسروا 2-0. فالبدايه برده ما كانتش الطف حاجه. يعني بلجيكا برده نفس القصه مع منتخب مصر. فخد بالك المباريات الوديه ممكن الناس تقول لك قصدي تمرينه وبتاع، بس لا يا كابتن، لا هي الفكره ان دي بتبقى مؤشرات. انا بشوف ان في المجموعه دي الناس بترشح سويسرا برازيل، انا بشوف لا، انا بشوف ان المنتخب الصربي يا كابتن منتخب كبير. نتكلم على فرودين، يعني ما اعرفش بقى متروفيتش هيبقى وضعه عامل ازاي، في فلاوفيتش، لا يعني المجموعه دي برازيل وصربيا. تخيلي تخيلك اعلان كريستيانو وميسي. اعلان الصوره طبعا اللي شفناها بتاعت الشنطه الناقله لكاس العالم، يعني صوره عظيمه ان هي توحد او تجيب الاثنين في صوره واحده. دي ما شفناهاش قبل كده في اعلان، فطبعا هتبقى ايقونيه كده زي اللي عملوه قبل كده نفس الشركه بتاعت الشنط. اللي عايز اسالك سؤال، الاثنين علاقتهم كويسين ببعض؟ لسه من كام يوم كريستيانو اتسئل عن ميسي وقال له علاقتك بيه ايه؟ قال هو مش صديقي ولكن انا بحترمه جدا وبحبه جدا وبحب تصريحاته دايما عني لما بيتكلم عني باحترام، فانا ممتن جدا ليه ان انا نافسته على مدار سنوات وكانت منافسه محترمه وشريفه وخلت كل واحد فينا يخرج اجمل ما فيه. فهي تصريحات بيحترموا بعض. على صوره تدل ان مش كريستيانو اللي كان قاعد. هنا بقى ما اعرفش، يعني هو دي صوره بتقول كده ان هو حد تاني ممكن يكونوا ركبوها على بعض، ولكن في ناس ثانيه انا ما شفتش الفيديو بصراحه، لكن قالوا ان شوفوا فيديو الاثنين قصاد بعض. انا مش عارف الحقيقه، مش خبير فوتوشوب عشان اقدر احكم، ولكن في كل الاحوال هو كون ان هم جابوا الاثنين في اعلان واحد هي حاجه ايقونيه، زي ما نفس الشركه من 12 سنه جابت مارادونا، بيليه، وزين الدين زيدان بيلعبوا لها بيبي فوت كده، وكانت صوره ايقونيه. كانت الباك جراوند بتاعت الكمبيوتر عندي لفتره. يعني عايز اسالك سؤال ملوش دعوه شويه بالحاجات دي، غياب هالاند عن كاس العالم. اي نجم بيغيب عن كاس العالم بيبقى مؤثر فيه، وزي صلاح، مش هالاند بس، صلاح كان لو موجود، طب ما شعبيه صلاح دلوقتي طاغيه وقويه جدا زيها زي هالاند، فاي واحد بيكون موجود بيبقى اضافه، واي نجم بيغيب بيكون خساره، لان الجمهور بتاع كاس العالم بيبقى هو جمهور اللاعبين دول. فالبعض اللي هو بيحزن لغياب هالاند، لو كان موجود هشجع مثلا وحابب اتفرج عليه. صلاح في الوطن العربي كمان كان هتبقى اضافه عظيمه لكاس العالم، فهو اي نجم، زلاتان ابراهيموفيتش ما تاهلش، فاي نجم بيغيب عن البطوله طبعا بيأثر بالسلب يعني.